كل يوم بتشوف ادوات جديده وتقنيات مختلفه وتطورات ممكن تغير مستقبل مجال الجرافيك وعالم ال 3 دي بجميع تصنيفاته، ولذلك قررت اعمل نشره اخباريه تقنيه بخصوص مجالنا عشان نبقى متابعين الجديد. الحلقه دي هتكون نشره سريعه ومكثفه، هنغطي فيها اهم التطورات اللي بتحصل دلوقتي في عالم الالعاب والجرافيك والذكاء الاصطناعي، وهنلخص اهم الاخبار اللي حصلت في الفتره الاخيره. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان تتابعوا الجديد، ولو النوع ده من المحتوى عجبكم عرفوني في الكومنتس تحت عشان اكمل فيه. واول خبر معانا وهو نموذج الذكاء الصناعي جيني 3. للي ما يعرفش، جوجل عامله شركه اسمها جوجل ديب مايند، دي شركه ابحاث في الذكاء الاصطناعي. اعلنوا عن حاجه اسمها جيني 3، ده عباره عن نموذج بينشئ عالم تفاعلي كامل بالذكاء الصناعي. تخيل تكتب فكره او ترفع صوره وفجاه تتحول الى لعبه، يعني تكتب برومبت لوصف لعبه عايز تلعبها بيقوم مكون عالم كامل قابل للتفاعل والاستكشاف بناء على وصفك. مش لعبه بمعنى لعبه، هو الموضوع ليميتد شويه. هو النموذج ده بيعمل ايه؟ بيعمل محاكاة واقعية للفيزياء وفهم الجاذبية والتصادم والحاجات دي كلها، وعنده ذاكرة بصرية قوية وبيقدر يفتكر تفاصيل العالم اللي كونه. يعني لو سبت المكان ده ورجعت له تاني هتفضل تفاصيله موجودة مش هتتغير، وبالتالي التجربة الاستكشافية في النموذج ده هتكون رائعة. بصوا عشان تبقوا فاهمين، مجال صناعة الألعاب بالذات ضخم جدا، من أضخم الصناعات التقنية. كل التخصصات في المجال ده، دي صناعة فيها مبرمجين وفنانين وأنيميتورز وكتاب ومصممين وموسيقيين وممثلين، لعد من هنا لبكرة. نموذج جيني 3 ده حاجة طلع كده اللي هو هاف فن، بس إن هم يعملوا حاجة زي كده دي حاجة مجنونة وعملت قلق، وبالفعل حصل هبوط في أسهم بعض شركات الألعاب بعد إطلاق جوجل جيني 3 بسبب خوف المستثمرين من قدراته. بس على أرض الواقع لسه بدري، كل ده أونطة. ده حتى روك ستار طلعت قالت اللعبه بتاعتنا معموله هاند ميد من الصفر، ما فيهاش اي. ده بيان رسمي من شتراوس لينك رئيس شركه تيك تو، الشركه المالكه روك ستار، بيقول لك ان كل تفصيله في الخريطه اتعملت من خلال مطورين حقيقيين لضمان مستوى واقعيه اللعبه. اللي هو ايه ده؟ احنا فخورين اننا عملنا اللعبه بنفسينا. فخلينا نقول ان الاي هي نقله ثوريه بلا شك، مش هقول لا، وبقت حاجه اساسيه في شغلنا ولازم نتعلمها. ودلوقتي في شركات بتوظف ناس بتعرف تشتغل عليه وتتعامل معاه. كل ده جميل، لكن ما اقدرش اعتمد عليه بشكل كامل. انا ادمجه مع شغلي لكن ما اعتمدش عليه هو بس. ده مش صح عشان الناس الجديده في المجال تبقى فاهمه الكلام ده، لان لو في بدائل تانية انا اول واحد هشتغل عليها. وبالنسبه لجوجل جيني 3، متوفر حاليا في الولايات المتحده فقط ومش شغال في مصر، ولازم تكون مشترك في خطه جوجل اي الترا مع خطط للتوسع في بلاد تانية. هو اصلا النموذج لسه تجريبي. وبما اننا بنتكلم عن صناعه الالعاب والذكاء الصناعي، فتاني خبر معانا وهي ان شركه ايبك جيمز بدات تتكلم عن الجيل الجديد من محرك الالعاب الانريل انجن 6. هو مفيش اي تصريح رسمي، ولكن وفقا لتصريحات مؤسس الشركه تيم سويني اللي حضر بودكاست السنه اللي فاتت، وقال فيما معنى يعني انه هيخلي تطوير الالعاب اسهل واسرع، اسهل للمطورين. يعني هيبقى في تطوير في لغه البرمجه والبلو برنت. وقبل كده قالوا انهم عايزين يخلوا الذكاء الصناعي تكون اداه مساعده داخل المحرك. ونظرا ان الاي دخل في صناعه الالعاب زي ما احنا شايفين، فتوقع انه هيلعب دور كبير في الاصدار السادس في الانريل انجن. احنا شفنا تطورات كبيره في الاصدار الخامس، ابرزهم الاضاءات الديناميكيه اللومين والميجا لايت المحسنه وتقنيه النانايت وتصميم الشخصيات الميتا هيومن. ده الانريل انجن 5 كان حدث. فتوقعات الشخصيه في الاصدار السادس ان في مفاجاه كبيره بيحضروها ليها علاقه بالذكاء الصناعي، وده كعاده ايبك جيمز انهم دايما بيطوروا. احنا لو بصينا للتطور اللي حصل في الانريل انجن 5، فتوقع ان الاصدار السادس هيكون نقله كبيره برضو. طيب خلونا نتوقع شويه ايه اللي ممكن يحصل. انا هشطح بخيالي شويه. اتمنى ان الاي يكون ليه دور في البلو برنت، يعني اكتب برومبت لوظيفه معينه هو يكود لوحده او يجهز لي النوتس لوحده. دي لو حصلت انت ما عندكش فكره ممكن تعمل ايه. حرفيا انا ممكن اعمل لعبه لوحدي او ابرمج اي حاجه خارج تصنيف الالعاب عموما، ومش هتفرق ساعتها صعوبه الكود، لان مفيش حاجه توقفني. ما هو خلاص كل المعلومات عندي، انا مش هطلع على حاجه، بكتب اللي انا عايزه يعمله لي. عشان تبقوا عارفين، سورس قوه الانريل انجن هو البلو برنت او لغه البرمجه، سواء سي بلس بلس او بلو برنت، مش هتفرق ساعتها. او لا، خليها بلو برنت عشان لما اجي اعدل، انا ماليش في السي بلس بلس. فدي هتبقى طفره لو اتعملت. ومن الحاجات اللي اتمنى برضو انها تتعمل جوه المحرك وهو توليد 3 دي اسيتس او تكوين 3 دي مودلز من خلال برومبت. دي هتفرق كتير في توفير الوقت وسلاسه تكوين المشهد بتاعي، وفي مواقع اوريدي بتقدم الخدمه دي، مش حاجه جديده يعني. واتوقع طبعا جرافيك اقوى واداء اعلى وواقعيه اكبر وادوات جديده وتطورات في الانيميشن وحل مشاكل كانت بتحصل في الاصدار الخامس زي الانعكاسات والمرايات. يعني طبعا دي كلها توقعات شخصيه، الله اعلم ايه اللي
ممكن يحصل، لان مفيش اي تصريح رسمي من ايبك جيمز لا عن الاصدار السادس ولا عن تاريخ صدوره، بس التوقعات بتقول اننا ممكن نشوف اول نسخه من الاصدار السادس في اواخر 27 او بدايه 28 بناء على كلام تيم سويني في بودكاست كان طالع فيه من سنه تقريبا. قال ان النسخه الاولى من الانريل انجن 6 ممكن تظهر في خلال سنتين او 3 سنين، وعدى سنه يعني احتمال يعلنوا عنه في 2027 او 2028. المهم اتمنى بس ان التطورات الجديده دي توفر السلاسه والسهوله على المستخدم زي ما الاي اي كده عمال يبهرنا، وايبك جيمز تقدر تحقق ده. وبالنسبه للي بيعملوا ذكاء اصطناعي، انا مش شايف ان في افراد او فرق صغيره تقدر تنافس شركات كبيره واستوديوهات تريبل اي. هو الاي اي مبهر ولكن بدائي رغم اننا شايفينه قوي جدا. وعشان تعرف حجم الموضوع قد ايه، فتالت خبر معانا وهي ان السعوديه داخله بقوه في عالم صناعه الالعاب، والشرق الاوسط اخيرا بياخد خطوات جديه في الجيم ديفلوبمنت. الموضوع ابتدى من 2016 والسعوديه حاطه خطه اسمها فيجن 2030، فكرتها تطوير السعوديه وتنفيذ مشاريع جديده بتغذي الاقتصاد. ومن احدى المشاريع دي شركه اسمها سافي جيمنج جروب، ودي اكبر شركه تطوير وصناعه العاب في الشرق الاوسط. الشركه دي اتاسست سنه 2021 في الرياض، وبيتم تمويلها عن طريق صندوق الاستثمارات العامه السعودي اللي يعتبر خامس اكبر صندوق ثوره سيادي في العالم. وصندوق الاستثمارات ده عمال يشتري اسهم في شركات عملاقه زي اكتيفيجن بليزرد واي اي وتيك تو وكابكوم ونيكسون، ودول يعتبروا من اهم الشركات في مجال الالعاب. والشركه دي بتستثمر مليارات الدولارات في صناعه الالعاب العالميه، بل وبدات تشتري استوديوهات بالكامل. يعني اشترت شركه سكوبيلي اللي حققت نجاح كبير في سوق العاب الموبايل. فكون السعوديه دخلت في صناعه الالعاب، الموضوع ده هيفتح سوق جديد لتوظيف مطورين الالعاب، لان اللي كان عايز يشتغل في المجال ده كان بيسافر بره، لا دلوقتي بقت موجوده في السعوديه. هو لحد دلوقتي ما عملوش لعبه كبيره تريبل اي، هم عملوا العاب موبايل والعاب اونلاين، يعني شغل اندي جيم. ولكن قريب جدا هنشوف العاب عربيه تريبل اي. واللي عجبني قوي في الموضوع ده اننا ممكن نشوف العاب بتدعم افكارنا ومبادئنا، ومتحمس جدا اشوف حاجه زي كده، لان الشركات اللي بره لما عملت العاب مستلهمه من منطقتنا العربيه حققت نجاح كبير، زي الجزء الاول من لعبه اساسنز كريد 1 واللي كانت سبب نجاح يوبي سوفت وشهرتها، ولعبه باتل فيلد 1 واللي كانت من انجح العاب السلسله واللي كانت معظم خرائطها شبه البلاد العربيه، واساسنز كريد اللي في بغداد. فالبيئه العربيه والاسلاميه بالذات احنا افضل ناس نعملها، لان ده تاريخنا احنا، ودي هتبقى حاجه عظيمه لو اتعملت، لان الالعاب شيء ملهم جدا عند كل الناس تحديدا الجيل الجديد. فالسؤال، هل السعوديه هتنجح في ده؟ وشركه سافي جيمنج جروب هل هتعمل حاجه كبيره في الوقت القصير ده؟ لان تطوير الالعاب محتاج وقت وسنين من التطوير، مش برومبت تكتبه في الاي اي يعمل لك لعبه، واخد بالك انت؟ فنظرا لحجم الاستثمارات والاستحواذات على الشركات العالميه، فنقدر نقول ان المؤشرات ايجابيه. ده كفايه رئيس الشركه اللي اسمه براين وارد، الراجل ده كان مدير استوديوهات اكتيفيجن بليزرد، واحد من المساهمين في نجاح سلسله كول اوف ديوتي. فمن الاخر السعوديه عايزه تبقى اكبر مركز لتطوير الالعاب والترفيه في خلال 2030 يا بتوع البرومبت. نخش بقى على حديث الساعه، لسه الخبر طازه على حسب توقيت الفيديو اللي ممكن اتاخر فيه، وهو ان انفيديا اعلنت عن تقنيه الدي ال اس اس 5. طيب قبل ما اتكلم عنها خليني بس اشرح يعني ايه الدي ال اس اس. دي تقنيه من انفيديا بتستخدم الذكاء الصناعي علشان ترفع عدد الفريمات وتحسين جوده الصوره، الاب سكيلينج. يعني حضرتك بدل ما تلعب بدقه 4K وتضغط على كارت الشاشه، لا هتلعب بدقه اقل 1080 مثلا، والذكاء الصناعي هيرفعه لك 4K بدون بكسله وكانك بتلعب 4K. الموضوع ابتدى من 2018، ظهر الدي ال اس اس 1 وده ما كانش فيه تحسينات كبيره والجوده ما كانتش مستقره، وبعدين الدي ال اس اس 2 اللي حسنوا فيه الجوده شويه. بعد كده ظهر الدي ال اس اس 3 و4 و4.5، وهنا شفنا نقله كبيره في الاداء خصوصا مع ظهور الفريم جنريشن اللي هي بتخلق فريمات جديده عن طريق الذكاء الصناعي. يعني مثلا لو بتلعب لعبه على 60 فريم، التقنيه دي بتوصلها لك ل 100 و120 فريم. وفكرتها ببساطه او آلية عملها انها بتتوقع شكل الفريم الجاي بناء على الفريمات اللي قبلها، فالنتيجه حركه انعم واداء اعلى من غير ما تضغط على كارت الشاشه. بس طبعا فيها شويه عيوب، يعني ممكن تظهر مشاكل زي الارتفاكتس والليتنسي، ولكن مع التحديثات الجديده هيعالجوا المشاكل دي. واخيرا اطلقوا الدي ال اس اس 5 اللي اعلنوا عنه في مؤتمر جي تي سي، وفي جدل كبير على التقنيه دي، في ناس حباه وناس معترضه عليه. طب التقنيه دي عباره عن ايه؟ انفيديا هنا بتحاول انها تخلي الذكاء الصناعي يشارك في بناء الفريم نفسه، يعني بدل ما كارت الشاشه هو اللي يرندر كل حاجه، لا الاي اي هنا هيكون ليه دور في تكوين المشهد وتحسينه ورفع جودته بدل ما تستهلك الطاقه الكامله لكارت الشاشه. وده يشمل بقى تحسين الاضاءه والخامات وظهور تفاصيل اكتر. طبعا كلنا شفنا شخصية جريس في ريزيدنت ايفل ريكويم، شكلها اتغير تماما، وهنا يكمن الاعتراض. في ناس بتقول ان التقنية دي بتقتل روح اللعبة والشخصيات هتبقى مصطنعة وما فيهاش روح، وكأننا بنقول لجيميناي علي لي الجودة شوية. وناس تانية بتقول وداعا لنسخ الريماستر والريميك، وحابة الموضوع وشايفاها نقلة ضخمة في مستقبل الجيمنج، ودول عمالين يخبطوا في دول.
يعني ثانيه واحده افهم، هي التقنيه نزلت؟ دي لسه في مراحلها الاولى، لسه هنشوف لما تنزل. وبعدين خلينا نفترض جدلا اسوأ حاجه انها تبوظ الالعاب زي ما بتقولوا، هم مش هيجبرونا عليها، الغيها. هم قالوا انك تقدر تتحكم في مدى تاثير التقنيه دي على اللعبه، عجبك خليها، مش حلوه الغيها يا جدعان. وبعدين انفيديا مش غبيه، اكيد هيحصل توافق واتفاق بينها وبين المطور. انفيديا دي يا جماعه من اكبر 3 شركات في العالم مع ابل ومايكروسوفت، قيمتها السوقيه تعدي حكومات ودول بحالها، فاكيد هيظبطوا كل المشاكل دي مع المطورين. وكمان الدي ال اس اس 5 غالبا هيشتغل على كروت ال 5000 بس، مش اي كارت يعني. عموما كل الكلام ده مبني على النظره الاولى، احنا لسه ما جربناش التقييم النهائي لما نشوف التجربه الفعليه. انا شخصيا حابب الموضوع ومرحب بدخول الذكاء الاصطناعي في عالم الالعاب لسبب واحد بصراحه، مش عشان الجوده، عشان انه مش هيخليني استهلك الطاقه الكامله لكارت الشاشه ويوفر لي في الاداء عشان احافظ عليه، نظرا ان اسعار الاجهزه بقت غاليه. وده يخلينا نتكلم على اخر خبر معانا، وهو غلاء اسعار اجهزه الكمبيوتر. كلنا عارفين ان الاي اي سحب كل الرامات من السوق وعلى اسعارها، واصبح الطلب كبير على قطع البي سي، وحصلت ازمه والاسعار ولعت. كل ده بسبب الاي اي. انا مش هتكلم في التفاصيل دي، كلنا عارفين الموضوع ده. انا هتكلم من منظور مختلف وجدلي شويه. احنا اكتر حاجه اتضرينا منه هو الموضوع ده، ان الاسعار ولعت. الواحد لو عايز يطور، لو عايز يعمل ابجريد، هيدفع رقم محترم. يعني يا مرحب بخدمات الذكاء الصناعي اللي مقلقه الناس، انا ما عنديش مشكله ابدا، بالعكس هتعامل معاه واشتغل بيه، لكن ما يبقاش في كوارث من وراه. وده يخلينا نفكر بطريقه مختلفه شويه. طيب اسمحوا لي احط شويه احتمالات استنتاج شخصي، ههبط فيها شويه واتخيل ايه شكل المستقبل وايه اللي ممكن يحصل نظرا لاتجاه تطور الذكاء الصناعي طول الفتره اللي فاتت وطريقه تفكيرهم. هم عايزين يعملوا ايه مثلا؟ فرض سيطرتهم التقنيه والهيمنه على كل الاشغال. يعني مثلا مش عايزينك يبقى عندك جهاز قوي بيقول لك احنا عندنا السيرفرات، اطلب اللي انت عايزه يعملها لك الذكاء الصناعي، والشغل كله هيبقى اونلاين، مفيش حاجه اوفلاين. ايه تاني ممكن يحصل؟ والالعاب هتبقى ستريمنج بقى، والانريل انجن هيشتغل على انجن كلاود، وكلنا نقعد في البيت ونشتغل فريلانسر. طبعا انا بهبط دلوقتي بقول اي كلام، بس خلينا نفترض ان هو ده اللي هيحصل. تفتكر لما يحصل غلاء اسعار وعدم توفر القطع ايه اللي ممكن يحصل؟ دي حاجه هتخلق منافسين، وبكره تلاقي الصين اغتنمت الفرصه وعملت رامات بسعر كويس، ومش بعيد السعوديه تعمل رامات وكروت شاشه بحجم الاستثمارات اللي بتعملها. فجو احتكار السوق ده مش هيطول، بكره هتلاقي بدايل وهينزلوا الاسعار. هي مساله وقت، لان قرص الودن ده مش في صالحهم. بص انا عايز اقول لك ان التطور كده كده يحصل، سواء من خلال الاي اي او غيره. الدنيا بتتغير، مطلوب منك تادبت وتتكيف وتندمج مع الجديد، او على الاقل تاخد فكره عنه. وبخصوص مستقبل الاي اي اللي مقلق الناس، مش انا وانت اللي نقلق كافراد، ده لو في قلق، اذا في هيكون الشركات الكبيره اللي عندها خبرات سنين في السوق، ودول مش هيسمحوا ان ده يحصل. هيعملوا ايه؟ هيطوروا ويرحبوا بالاي اي ويتبنوه. وكذلك انا مش هنكر قوه الاي اي وانه غير حاجات كتير في شغلنا لدرجه انه بقى جزء اساسي في اي بروسيسور. طبعا كلنا عارفين السي بي يو المعالج، والجي بي يو كارت الرسوم، ودلوقتي بقى فيه الان بي يو المخصص لمهام الذكاء الصناعي زي تحسين الصور وازاله النويز والتعرف على الصوت والحاجات اللي بيعملها الاي اي. ودي حاجه مش جديده، هم بقى لهم فتره بيمهدوا للموضوع ده، فانا مجبر اتعامل معاه لانه دخل في كل حاجه تقريبا، بقى في تليفوني، في شغلي، في البرامج اللي بشتغل عليها. وانا حابب اتعامل معاه لانه مخليني مالتي تالنتد، مخليني مبدع في حاجات كتيره في نفس الوقت. وانا من مدرسه المالتي تالنتد مش التخصص. عارف ان في ناس كتير هتعترض على ده، لان التخصص هو الافضل وهتطلع منه احسن جوده، انا عارف، ولكن المنافسه بقت عاليه ومحتاج ان يبقى عندك مواهب كتير. المهم ان شغلنا قائم مفيش ضرر، الاي اي مجرد اداه مساعده مش اكتر، لا يعتمد عليه بشكل كامل، ولكن مهم نتعلمه لان دي مرحله جديده. احنا بس اوفر ريتد شويه، بنحب نافور. عالم الجرافيك والتصميم ليه مستقبل كبير، تحديدا مع طرق العرض الجديده زي المشاريع الانتراكتيف التفاعليه والاي ار والفي ار انتراكتيف. الحاجات دي مطلوبه في اكبر الشركات، اولا لانها مبهره بصريا، ثانيا ليها مستقبل كبير وهتفتح لك سكك وفرص كتيره. وبخصوص غلاء الاسعار، الضربه الحقيقيه اللي كلنا اتضرينا منها، وانا اولكم لاني كنت عايز اطور قبل ما يحصل اللي حصل. دي حاجه اتعلمنا ازاي نحافظ على جهاز الكمبيوتر ونستثمر فيه صح ونختار احتياجاتنا بشكل ادق، وده اللي هنتعلمه في الفيديو الجاي لحد ما الحرب التقنيه دي تخلص على خير. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو النوع ده من المحتوى عجبكم يا ريت تعرفوني في الكومنتس تحت، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زرار الجرس عشان تتابعوا الجديد. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.